ازيكم عاملين ايه؟ انا امنية نبيل. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة وسريعة من عجينة الكريب. هنعمل سندوتشات مقرمشة من بره ودايبة من جوه، وهتعجب اولادكم جدا جدا. هتنفعكم في اللانش بوكس او في الغدا او العشاء. اول حاجة المقادير العجينة، هنبتدي بكوباية الا ربع دقيق، عليها نص معلقة سكر ونص معلقة ملح. هنجيب الميكسر او الخلاط، هنحط فيه ربع كوباية زيت، كوباية لبن، بيضة ورشة فلفل، وهننزل عليهم بالدقيق ونضربهم. بعد كده بتشوفوا العجينة لو محتاجة دقيق أكتر. أنا احتاجت كمان معلقة دقيق. ممكن عجينة تحتاج منكم دقيق أكتر أو أقل على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدموه. بعد كده في طاسة تيفال ممكن نحط رشة زيت، أو لو الطاسة ما بتلزقش هتنزلوا بالعجينة على طول. ممكن تشوفوها دلوقتي إن شكلها ملخبط شوية، بس في الآخر بعد ما بتتلف في السندوتشات كل ده ما بيبانش. أول ما العجينة تبتدي تاخد لون من تحت هنقلبها لحد ما تاخد لون على الجنبين، نوصل للدرجة اللي احنا محتاجينها. بنطلع العجينة، نعمل طبعا الكمية اللي احنا محتاجينها كلها ونحطها فوق بعض ونغطيها بفوطة علشان ما تنشفش لحد ما نبتدي نعمل منها السندوتشات. عجينة طالعة طرية جدا جدا. هنبتدي نحط الحشوة. أنا عملتها عبارة عن قطع من الفراخ من البوب كورن، هعملها لكم في فيديو تاني، مع جبن، صوصات زي ما تحبوا، كاتشب، مايونيز، أي صوصات انتوا عاملينها أو عندكم صوصات جاهزة. هنلفها لفة البوريتو، ودي أحسن من لفة الكريب بالذات للأطفال لأنها بتبقى مقفولة، الجبنة ما تطلعش منها وبتفضل من جوه بتكون سايحة وأحلى كتير من لفة الكريب. أنا بعد ما لفيت السندوتشات حطيتها في صينية تيفال ودخلتها تاخد تحميصة. ممكن تحطوها في الفرن أو على راس البوتاجاز. لو حابينها ممكن تسيبوها زي ما هي كده تكون طرية من بره، بس أنا حبيت إن هي تاخد تحميصة وتبقى مقرمشة أكتر من بره. جبن سايحة ومليانة صوصات، طعمها تحفة جدا، عجبت الأولاد جدا جدا جدا. متأكدة إن هي هتعجبكم وهتنفعكم لو انتوا عايزين تعملوا حاجة سريعة للغدا، أو للأطفال لو بيعذبوكوا في اللانش بوكس. جربوها وقولولي رأيكم، بألف هنا وشفا.